مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. دعوة لمواصلة أبحاث المياه. تنظيم دورة تدريبية لتطوير قدرات المعلمين في مديرية نخفة. المحميات تسهم في إثراء الثروات الطبيعية بإقليم عنسبة. بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن انسحابها من الجنائية الدولية. إيران تنخرط في مفاوضات اللحظة الأخيرة مع أوروبا. قتلى في غارة جوية بمنطقة باكستانية حدودية. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أعلن قسم الموارد المائية بوزارة الأراضي والمياه والبيئة أنه سيتم تكثيف المسوحات لتحديد محتوى المياه السطحية والجوفية. وأوضح مدير فرع المسح والمعلومات السيد سمارة برهي لوكالة الأنباء الإريترية أن إريتريا تقع جغرافيا في المنطقة الجافة وشبه الجافة في أفريقيا جنوب الصحراء، ومواردها المائية محدودة، حيث يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي ما بين 50 إلى 200 ملم في السهول الشرقية، وما بين 400 إلى 700 ملم في الهضبة الوسطى، وما بين 300 إلى 500 ملم في السهول الغربية. وعن محتوى الأنهار والأودية، ذكر بأن إريتريا لديها 5 أحواض مائية، وهي مرب والقاش وبركة وعنسبة والبحر الأحمر وسهول دنكاليا وسيتيت، موضحا بأن 10 مليار متر مكعب من المياه تتدفق سنويا، في حين تصل موارد المياه الجوفية القابلة للتعويض سنويا إلى 2 مليار متر مكعب. وقال أن ملوحة أنهارنا الموسمية ليست مصدر قلق، مضيفا أن معظم محتوى المياه الجوفية في السهول الشرقية مالحة وكثيفة، في حين أن المرتفعات الوسطى لديها ملوحة معتدلة، والسهول الغربية لديها جيولوجيا مواتية وخيران مغذية واسعة، لذلك فإن محتواها يعتبر ممتازا. وقال أن هطول الأمطار هذا العام كان موزعا بشكل جيد نسبيا، حيث تم تسجيل حوالي 502 ملم من الأمطار في الأشهر الثمانية الماضية، وفقا لجهاز قياس الأمطار في مقر قسم موارد المياه. وأفاد بأن 11 بئرا تم حفرها في مديريات ملقي وشامبوقو وأوغارو وعقردات ومنصورة وعالي القاش وتسني، وأنها أصبحت جاهزة للخدمة والاستعمال. نظم مكتب التعليم في مديرية نخفة دورة تدريبية في الفترة من 9 وحتى 12 من سبتمبر بهدف تعزيز العملية التعليمية وتعزيز القدرات المهنية للمعلمين، شمل التدريب المقدم لمعلمي المرحلة الابتدائية ومدراء المدارس والمشرفين التربويين، التخطيط للدروس وتقييم الطلاب والمناهج وإدارة الوقت وتحليل مشاكل الطلاب. ودعا مسؤول التعليم بمديرية نخفة سيد عبد الله صالح المعلمين إلى مواصلة تطوير القدرات المكتسبة بالتطبيق العملي وتطبيق أساليب التعليم المتمحورة حول الطالب. هذا وتضم مديرية نخفة 52 مدرسة موزعة على مراحل من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. قدمت دعوة لتعزيز العمل على حفظ المحميات الطبيعية، والتي تلعب دورا مؤثرا في إثراء الثروات الطبيعية والأنشطة السياحية. وأفاد مسؤول فرع الأبحاث السياحية بفرع السياحة بإقليم عنسبة سيد فساها هابتي لوكالة الأنباء الإريترية أن الثروات النباتية والحيوانية البرية تتزايد من حيث العدد والتنوع بفضل الجهود التي تبذل لرعاية المحميات الطبيعية. وزادت جاذبية منطقة قلة حسن المعروفة بالآثار التاريخية مع تزايد نمو الأشجار فيها. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية بإقليم عنسبة سيد كاساتي تسفاسيون بدوره أن العمل جاري منذ عام 2018 ليتم تحديد 700 هكتار من الأراضي لتكون محمية طبيعية، نظرا إلى محتوى منطقة قل حسن الأثري والثقافي إلى جانب قربه من مدينة كرن. وأضاف أنه تم توسيع محمية منطقة بقو إلى 1200 هكتار بعد تحديد 500 هكتار لتضاف إليها في عامي 2024 و2025، وأن المنطقة تتمتع الآن بتنوع نباتي ووصل إلى حوالي 70 صنفا من الأشجار، مشيرا إلى أن جهود مماثلة تبذل في مناطق بجوار جبال لالمبا وإيتعبر وزبان. وذكر مسؤول فرع الثقافة بالإقليم الأستاذ هبت مريم محاري الجميع للمساهمة في تعزيز جهود الحماية والإجراءات المتضافرة التي تقوم بها الحكومة، نظرا إلى أهمية الآثار التاريخية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية والآثار الاستعمارية في منطقة تنقل لحس.
عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في هولندا مؤتمره الثالث يوم 20 من سبتمبر بمدينة مستيفين. وقالت رئيسة الفرع السيدة إلسا سيوم في كلمتها الافتتاحية أنه على الرغم من عدم إمكانية عقد المؤتمر في الوقت المحدد له مسبقا لبعض الأسباب، إلا أن العمل ظل ساريا خاصة في تنظيم العضوات الجدد. وذكرت مسؤولة فرع منطقة أوروبا في الاتحاد السيدة نيغستي تساغاي بأن الاتحاد تنظيم وطني يتميز بالأنشطة العملية والمساهمات الوطنية الفعالة. ودعا سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنلوكس السيد ناغاسي كاسا المؤتمر الثالث لفرع هولندا إلى صياغة برامج تعزز العمل التنظيمي وتعمق وعي الأعضاء. وبعدها مناقشة التقارير التنظيمية والسياسية والمالية، وافق المجتمعون على خطط البرامج المستقبلية وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة تعمل لمدة 3 أعوام قادمة. من جهة أخرى، مثل الإريتريون المقيمون في رالي بولاية كارولينيا الشمالية دولة إريتريا في مهرجان دولي أقيم بمدينتهم. وقدم المواطنون محتوى تعريفيا بثقافة إريتريا وتاريخها. بحث اجتماع عقد في مديرية ماي عيني يوم 5 من سبتمبر الجاري الجهود المشتركة لتحديد ومعالجة أوجه القصور في العملية التعليمية. وأكد مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ عامر فتوي في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء إدارة المديرية ومدراء الضواحي ومدراء ولجان المدارس على ضرورة تضافر الجهود لتحسين مستويات الطلاب في جميع المراحل. وقال أنه ينبغي تحديد نقاط الضعف في العام الدراسي الماضي ومعالجتها في العام الدراسي الجديد، والاهتمام بمعالجة الضعف في مجال الرياضيات واللغة الإنجليزية. وناشدت إدارات الضواحي وخاصة أولياء الأمور إلى القيام بدور فعال في ضمان التحاق الطلاب بالدراسة في السن القانونية. من جانبهم أشار المشاركون إلى ضعف اهتمام الطلاب وكذا ضعف مراقبة أولياء الأمور كعوامل تؤثر سلبا على النتائج التعليمية. وذكروا المدارس بضرورة العمل على تعزيز العلاقات ثلاثية الأطراف. من جانبه دعا مدير مديرية ماي عيني بالإنابة السيد كفلي منقس المعلمين إلى العمل الجاد لتحسين جودة التعليم من خلال الجهود المشتركة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه المؤسسة القضائية الدولية تحولت إلى أداة قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية. وقالت الدول الثلاث التي يحكمها الجيش عقب سلسلة انقلابات شهدتها منطقة الساحل بين عام 2020 و2023 في بيان مشترك أن قرار الانسحاب يسري بمفعول فوري ويأتي في إطار مساعيها لتكريس السيادة الوطنية بشكل كامل. ورغم إعلان هذه الدول انسحابها الفوري، فإن الإجراءات القانونية تقتضي مرور عام كامل بعد تقديم طلب الانسحاب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل أن يصبح القرار نافذا. تنخرط إيران والقوى الأوروبية في محادثات لمنع إعادة فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد طهران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين غربيين قولهم أن إيران والقوى الأوروبية منخرطة في محادثات اللحظة الأخيرة لمنع معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، محذرين من أن فرص النجاح لا تزال ضئيلة. وأطلقت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة باسم الترويكا الأوروبية في 28 من أغسطس عملية مدتها 30 يوما لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف منعها من صنع سلاح نووي. هذا وتقول طهران منذ فترة طويلة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. قال مسؤولان حكوميان وسكان أن 24 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين قتلوا بعد 4 انفجارات بشمال غربي باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية. وتضاربت الأنباء حول طبيعة الانفجارات. وقال سكان أن طائرات مقاتلة باكستانية قصفت 4 منازل، لكن مسؤولين أمنيين نفيا ذلك، مؤكدين وقوع انفجارات في مستودع ذخيرة داخل مخبأ المسلحين. وينفذ الجيش الباكستاني عمليات باستمرار في المنطقة لقتل المسلحين الذين ينشطون على جانبي الحدود. في غضون ذلك، قالت الشرطة ومصادر أمنية باكستانية أن قارة جوية على منطقة حدودية نائية أسفرت عن مقتل 23 مدنيا على الأقل في منطقة تشهد تصاعدا في أعمال العنف. وأكد ضابط أمن في بيشاور حصيلة القتلى، مؤكدا وجود عشرات المخابئ التابعة لحركة طالبان الباكستانية في المنطقة.
في الخبر الأخير، أمرت السلطات الصينية بتعطيل العمل والمدارس والمواصلات في شانشين ونحو 10 مدن رئيسية أخرى في جنوب البلاد بسبب اقتراب الإعصار غاسا. وقالت السلطات في منطقة شانشين في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: من المتوقع أن يسبب الإعصار آثارا وخيمة من الرياح والأمطار والأمواج والفيضانات، مشيرة إلى أنه باستثناء فرق الإنقاذ ومقدمي الخدمات الأساسية يرجى عدم الخروج إلا للضرورة. كما أمرت السلطات في هذه المناطق الواقعة في مقاطعة غوانغشو بتعليق الإنتاج الصناعي والتجارة. هذا وقد تسبب إعصار غاسا في شل حركة النقل الداخلية بجنوب تايوان، مما أدى إلى إلقاء رحلات جوية وخدمات العبارات نحو الجزر النائية مع اقترابه من المنطقة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة لمواصلة أبحاث المياه. تنظيم دورة تدريبية لتطوير قدرات المعلمين في مديرية الأخطاء. المحميات تسهم في إثراء الثروات الطبيعية بإقليم عنسب. بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن انسحابها من الجنائية الدولية. إيران تنخرط في مفاوضات اللحظة الأخيرة مع أوروبا. قتلى في طائرة جوية بمنطقة باكستانية حدودية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.